من داخل غرف ملابس فريق مصر للمقصة معي نجوم مصر المقصة. أبدأ بالنجم الكبير النجم أحمد الشيخ. أولا حمد لله على سلامتك، أداء مميز النهاردة. أحمد، ظاهرة أحمد الشيخ في الفترة الأخيرة الناس كلها اتكلمت عنها، بس لازم أحمد الشيخ هو اللي يتكلم عن الظاهرة دي. إزاي قدرت الكيمياء ترجع مرة تانية وتبقى من أحد نجوم الدوري العام هذا الموسم؟ والله طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول برحب بيك، طبعا برحب بالكباتن اللي في الاستوديو. طبعا بحمد ربنا في الاول في اخر، ده كرم من ربنا على الواحد بيتعب وبيجتهد والحمد لله ربنا ما بيضيعش مجهود حد، وبحمد ربنا طبعا في الاخر يعني سر استعادة لمستواك، قدرت ان انت تطلع مباراة اسوان النهارده بترجع بنفس المستوى هو. اكيد زي ما بقول لك الحمد لله، يعني ربنا ما بيضيعش مجهود حد، الواحد بيتعب والواحد بيجتهد، بيتمرن كويس، بيدوس على نفسه. الحمد لله. مباراة اسوان كنت مصاب، قدرت ان انا ارجع قبل مباراة بتروجيت لانها كانت مباراة مهمة جدا لينا ان شاء الله في مشوار الدوري. الحمد لله، يعني الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بفوز مهم، بفوز صعب على فرقة محترمة زي فرقة بتروجيت بتدافع 90 دقيقة. تعبنا بصراحه معاها، يعني الفرق اللي احنا بنلعب معاها زون 90 دقيقه اكيد مفيش شك بنتعب معاها شويه، لكن طبعا الحمد لله يعني ربنا كرمنا النهارده في 3 نقاط مهمين جدا. اللي جاي هيكون اصعب لينا. الاهلاويه قلقوا على اصابه احمد الشيخ، ولكن اداره النادي الاهلي والجهاز الفني هل اتصل باحمد الشيخ اطمن عليه؟ لا والله ما فيش حد كلمني، هو اللعيبه اللي كلمتني، العمال بيكلموني، لكن ما فيش حد من المسؤولين كلمني. انا طبعا بحترم الناس كلها والناس دي لها فضل عليا، جمهور الاهلي ده طبعا ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله اكون اقدر على حسن ظنهم باذن الله. اللي جاي اصعب باذن الله، الواحد يركز. قريت تصريح كابتن حسام انه يتمنى عوده احمد الشيخ في يناير؟ اكيد طبعا، يعني حاجه كبيره ان الكابتن حسام يتكلم عليا، بتديني دافع، بتديني ان انا اقدر باذن الله ادوس على نفسي اكثر واجتهد باذن الله واكون عند حسن ظنهم. قول لي، بيساندك على طول؟ اكيد طبعا، البركه بتاعتنا ده يعني الحمد لله. طبعا كل مره يعني